السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل معاكم البيتزا بطريقة سهلة جدا، واقول لكم ايه هي الخطوات وايه هي الاسرار اللي تنجح معاكم البيتزا وتخليها هشة وطرية زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، وايه هي العوامل اللي بتخلي معاكي الجبنة مطاطة وما تنشفش منك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تنسوش تصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة واتم السلام. اول حاجه هنعمل ايه؟ هنفرم. انا هعملها البيتزا النهارده، هعملها لكم باللحمه المفرومه، وهقول لكم ايه هي، وهقول لكم على طريقه سهله جدا نفرم بيها اللحمه. بنجيب المبشره بتاعه الطماطم دي وبنبشر عليها اللحمه، بنحطها في التلاجة تكون طالعه من التلاجة، بنسيبها نص ساعه بره تفك، حاجه بسيطه كده علشان نعرف نتحكم فيها، وبنبشر عليها اللحمه. هنيجي بقى نعمل الصلصه بتاع البيتزا. معانا حوالي ربع كيلو من الطماطم، عليهم بصلة صغيرة، عليهم فصين من الثوم، وعليهم نص كوباية مية، ونحطها نولعها على النار لحد ما تشرب المية اللي فيها. معانا نص كيلو من الدقيق، هنحط عليه معلقة كبيرة من السكر ورشة ملح بسيطة قد ربع معلقة من الملح، وهنحط عليهم معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ومعانا بيضة، ومعانا مية دافية للعجن، ومعانا خل، ومعانا ربع كوباية زيت. هنحط الأول، هنقلب الخميرة ونقلبها حلو جدا مع الملح والسكر على الدقيق، ونقلبهم مع بعض، وهنحط ربع كوباية الزيت، ونبدأ نعجن الزيت بالدقيق كده زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. ندمج الزيت مع الدقيق، وهنضرب البيضة دي الأول قبل ما نحطها. هنبدأ ايه، نفرك هنا الدقيق مع الزيت علشان الزيت يخش جوه الدقيق. اهم حاجة ان احنا نضرب البيضة دي، نضرب البيضة كويس جدا، وبعد كده نروح ايه حاطينها على الدقيق ونفركها الاول قبل ما نحط المية. هنا حطينا البيضة على الدقيق، هنفركها بايدينا كده كويس جدا. هنا هنحط كمية المية على حسب العجين ما ياخد معانا، بس اهم حاجة تكون المية دافية، ما تكونش سخنة اوي ولا تكون باردة، تكون دافية كده. نبدأ نعجن العجين، ما نحطش المية مية مرة واحدة، نحط شوية بشوية علشان العجين ما يبص مننا. هنا بعد ما خلصنا العجين هنعمل ايه؟ هنحط هنحط في البولة من تحت رشة زيت بسيطة، ونحط على وشها رشة زيت. شايفين العجينة عاملة ازاي في ايدي؟ اهم حاجة ان احنا نخدمها في العجين، يعني لا يقل عن 10 دقايق نفضل نعجن فيها. كل ما نعجنها اكتر كل ما تدي معانا نتيجة حلوة جدا في البيتزا، ونسيبها تريح لحد ما تتضاعف. هنا معايا هنحط مع الصلصة بعد ما نضربها في الخلاط، هنضرب الصلصة في الخلاط، هنحط معاها معلقتين زيت، عليهم معلقة صغيرة روزماري، زعتر، هنحط عليهم معلقة زعتر، ومعلقة من الثوم البودر، ومعلقة من
البصل البودر ومعلقة من الكمون وأي توابل عندك يعني هنحطها عليها، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. وهنا عندنا لحمة، دي لحمة أنا عصقتها بالبصل وبقرن فلفل كده حامي، وعندنا زيتون وفلفل ألوان، وعندنا كمان طماطم. نقلب الصلصة مع التوابل. هنا حطينا معلقتين من الزيت، ونقلبها. هنا العجينة بعد ما ريحت معانا هنبدأ نفردها بالنشابة. النص كيلو هيعمل معانا بيتزتين من الكبار جدا، اللي هي المقاس ممكن 30 أو 35، المقاس الكبير. بنفردها بتكون سمكها لا رقيقة قوي ولا تخينة قوي، بحيث ان هي ترجع تختمر تاني، ترجع تخمر معانا تاني. بنفردها حلو جدا بالنشاب. دي انا هعملها في صينية مقاس 30، لو اكبر من كده يكون افضل، يعني لو عندك صينية مثلا 40 او 45 هتكون افضل معاكي. هنفردها في الصينية دي مقاس 30. تمام. هنفردها كويس جدا ونطلع او نخلي الاطراف كده، الاطراف تكون سميكة شوية عشان ما تطلعش مننا الحشو. وهنجيب شوكة ونبدأ نخرم العجينة بالشوكة عشان نخرج منها اي هوا. هنبدأ نحط الصلصة، منحطش كمية كبيرة بحيث عشان العجينة متطرش مننا جامد. هندهن بس وشها كده بالصلصة، وهنحط رشة من الجبنة الموزاريلا، وهنحط هنا اللحمة المفرومة، ونحط عليها الفلفل والطماطم والزيتون. وهندخلها الفرن على أعلى درجة حرارة في الفرن، تاخد وش من تحت، ما تحمرش جامد، هي تاخد لون كده. ونطلعها نرش الجبنة من على الوش. بنولع الفرن من تحت بس، عشان الجبنة تبقى مطاطة معاكي وما تنشفش منك. هنحطها بعد ما البيتزا تطيب من تحت، نطفي عليها من تحت ونولع الشواية من فوق، الجبنة تاخد وش، ونطلعها ونقطعها زي ما انتوا شايفين كده. هتكون معاكي هشة وطرية وحلوة جدا وناجحة بإذن الله، والجبنة تمط معاكي. بس أهم حاجة برضو تكون نوعية الجبنة حلوة. في أنواع جبن ما بتمطش يعني، لا، على حسب برضو نوعية الجبنة. انه الحمد ما شاء الله، جبنة الحمد حلوة جدا بتمط معاكي وبتدي نتيجة جميلة. ودومتي برضو بتدي جميلة حلوة جدا بتدي، وجبنة دومتي بتدي نتيجة جميلة. شايفين البيتزا معاكم عاملة ازاي، طرية وهشة وجميلة جدا، وزي ما انتوا شايفين مستوية من تحت ومستوية من فوق. ولو عجبتكم الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعموني بلايك وشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.